قررت أتجوز ليلى عشان أحميها وأطمنها على أولاد أخويا. سكنتها في شقة تمليك وحاولت أعدل بين البيتين، بس طبعا الخبر نزل على مراتي الأولى فاطمة زي الصاعقة. الدنيا اتقلبت صريخ وعياط وزعيق. إزاي يا حسين تعمل كده؟ إزاي تجوز عليا؟ راحت لأهلها وطلبت الطلاق. الدنيا كانت مقلوبة فوقاني تحتاني. أهلي وأهلها قعدوا وبالعافية رجعوها. كنت فاكر إني قدرت أطفي النار. في يوم قلت لليلى: إيه رأيك نروح نزور فاطمة؟ ليلى كانت طيبة وعلى نيتها، وافقت. سبتهم مع بعض ونزلت أجيب طلبات من السوبر ماركت. رجعت لقيت ليلى واقفة بره البيت قدام الباب، عينيها حمرة، وشها مخطوف، بتعيط بالدموع. قالت لي: فاطمة هزقتني وطردتني بره البيت يا حسين. الدم غلى في عروقي. كرامتي اتجرحت في بيتي وقدام ولادي. يا ترى ايه اللي عملته لما عرفت اللي حصل؟ وهل رجعت لبيتي تاني؟ شوفوا النهاية الصادمة في الجزء الأخير.